كان الحبيب يقول لأصحابه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يثق أن الله جل وعلا فوق ما تتصور، الله أعظم مما تتصور. وإذا أعطى سبحانه أدهش العقول عطاءه، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، ويأتيك بالنصرة من حيث لا تدري. وإلا رجل يقذف في النار، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنار تحترق والنار تحرق، ويرفض أن يطلب النصرة إلا من الحق جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. النار نار إبراهيم هي النار التي عندنا وتحرق، والرب الذي أنقذ إبراهيم هو الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. فكن مع الله، كما قال من قال من السلف: أعطني إيمانا كإيمان إبراهيم أوقد لك أو أبني لك جنانا في الجحيم. يحتاج إلى التوحيد هذا. وإبراهيم يضع هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع موحش حتى الطير، ولا ماء، إنما هو الهواء والجبال السود. الله أمرك، نعم، ثقة في الله، حسن ظن بالله، وثم دعاء. وأهوت إليهم نفوس الناس وأتت جرهم، وبنيت أفضل بقعة على كوكب الأرض، قمة ودرة وسرة الكون كله، مكة التي أتى إليها الناس من كل فج عميق. كان عند الثقة وهو يضع أبناءه أن الله جل وعلا سيؤويهم وسيغذيهم، وستجبى إلى تلك البقعة ثمرات كل شيء. موسى على الماء، والجيش فرعون خلفه، والجبال على الميامن والمياسر، والماء رهو، والماء له خفقان وأمواج، وكلهم إنا لمدركون. يتقدم الواثق، ثقة بالله، حسن ظن بالله، متفائل بوعد الله: كلا إن معي ربي سيهدين. يضرب البحر ثم ينفلق. إنها الثقة في الله. ووالله وتالله لو أن عبدا وثق بالله ثقة الأنبياء في ربهم جل وعلا، والله لا يغلق عليه باب، والله لا تمر على قلبه كربة، والله ما تدمع عينك حسرة، تدمع شكر وحمد وثقة وسعادة. لكن أين معين التوحيد في بعض القلوب المتضجرة، والتي وقفت على سواحل الأحزان وتقول: إنا لمدركون. ضاع كل شيء، راح المال، راحت الصحة. يا أخي، الله لا يخلق شرا محضا، الله له في كل أخذ وإعطاء حكمة. الله قد يحب عبدا فيأخذ منه، ويبغض عبدا فيعطيه. الله جل وعلا أخذه عطاء. والله جل وعلا لو أن عبدا تضجر من أخذ الله لعينيه، أخذ الله لماله، أخذ الله لولده، أخذ الله لبعض بدنه، قطعت أقدامه، ذهب ماله، تحرك لسانك بالحمد، فإن الله يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويسمع أنينك ويرى دمعك، ولكن منزلتك عالية، فصب عليك البلاء. يبتلى المؤمن على قدر دينه، يبتلى المؤمن الأمثل فالأمثل. من كان في دينه صلابة كان البلاء عليه أكبر. لما؟ لأن أولياء الله ما رضي الله أن تكون الدنيا عطاء لهم ولا دار لهم. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام ما أعطي من زهرة الدنيا شيء، ما أعطي شيء. بيته 3 متر ونصف في 2 ونصف، بيته كبيوت الناس بل أصغر من بيوت الناس. لماذا ما أعطاه أحد ذهب؟ لماذا ما قلب الصفا ذهب؟ لماذا ما أسال الأودية له ذهب؟ لأن الله أحبه، وإذا أحب الله عبدا جعل الجائزة له في الآخرة، لأن الدنيا فانية.